ألف مبروك، ألف 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 مبروك. منتخبنا الوطني يكسب ويوصل لدور 16. كسبنا استراليا ووصلنا لدور 16 يا جدعان. انتوا انتوا متخيلين؟ يعني انتوا متخيلين؟ الحمد لله، الواحد مبسوط مبسوط مبسوط. ألف 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 مبروك. منتخبنا يكسب منتخب استراليا بضربات الجزاء ونوصل دور 16، نقابل ميسي. هاتولي ميسي، انا احب الميسي. تعالى لي. الحمد لله كسبنا. مبسوط قوي مبسوط قوي. اكلمكم دلوقتي في الماتش. الحمد لله اللعيبه كانت رجاله. كابتن حسام حسن كان، بص، كان يعني والله فوق دماغنا فوق دماغنا فوق دماغنا. اكلمكم دلوقتي عن الماتش. اول حاجه الخطه. منتخب مصر نزل شوبير، هاني، آه ياسر وربيعه وكريم حافظ اتنين، مروان وحمدي وامام وزيكو صلاح مرموش. تمام. ومرموش كان بيعكس مع زيكو، بيروح على ناحية الشمال، هنجيله دلوقتي. تمام. نزلنا أول كام دقيقة كان كرة خطيرة كده، حكت في العارضة لاستراليا. دقيقة 4، الراجل استلمها ولف وشاط وحكت في العارضة وفوق. تمام. أول 10 دقايق عديناهم، الدقيقة 13 هدف منتخب مصر. يا نهار اسود، الجون ده جه، انا ما انا دي طارت بقى، فاهم يعني؟ انا دي طارت، فاهم؟ بقيت عمال اتنطط واحضن في اللي حواليا، وفاهم ليه؟ لان الماتش ده صعب. فاهمني؟ الماتش ده صعب. وان استراليا هي اللي تحط في الجون الاول ده صعب، فانك الحمد لله ان انت اللي حطيت الجون الاول. جون امام عاشور صناعة كريم حافظ. يا عيني يا عيني يا عيني على العرضيه، ويا عيني على توجيه امام عاشور. مفيش كده، مفيش كده والله العظيم. ابن الذين حطاله في مقتل. امام عاشور حطاله بالدماغ في مقتل، وعرضيه كريم حافظ. دوا مفيش كده. بس لو تلاحظ الفاول اللي اتلعب في الاول خالص، دي النقطه اللي أنا كنت بكلمك عليها. كنت بكلمك على المساحه اللي كانت في ماتش تركيا، كانت باينه، اللي كنت بقولك عليها دي، اللي زيكو خد منها الفاول واتلعبت. حصل دربكه، راحت لكريم حافظ، رفعها على امام عاشور، الهدف الاول لمنتخب مصر. طبعا بص، فرحه ما بعدها فرحه، فاهم؟ جنون جنون. فاهمني؟ يعني الحمد لله الحمد لله. في حلقه كانت اللي هي كلها احتفالات، اللي هي قبل دي، يبقى اروح اتفرج عليها. الناس كانت متجننه يا جدعان في الشوارع، فرحه فرحه. بعد كده اهوت، كتبت اول ربع ساعه منتخب مصر نازل مركز ممتاز، بنباص لبعض، بنتحرك لبعض، اللعيبه نازله مركزه، عايزين يعملوا حاجه. كابتن حسام حسن لعب بثلاثه ورا، لعب لك برامي وحمدي وياسر علشان يامن حته المرتدات، وهو كان صح. هو كان صح. انت النهارده ما حسيتش خالص بخطوره استراليا، ما حسيتش خالص. بعد كده هو كرة زيكو اللي ضاعت، اللي هي كانت اوفسايد، الكرة مع العقبال هو والجون خالص، يعني فاهم؟ يعني هو رايح هو والجون ضاع. دي لو كانت دخلت كانت خلصت لنا الماتش، احنا كنا ممكن نكسب في الماتش. يعني دي لو كانت دخلت كانت خلصت الماتش، ولكن اوفسايد. حاجة كتبت نص ساعة هدوء، فاهم انت؟ روقان من اللعيبه، ده بيباصي وده بيتحرك، ده بيتحرك وده بيباصي، فاهم انت؟ اللعيبه بيباصوا لبعض، ابو صلاح فايق، الولا امام عاشور فايق، اللعيبه بص، بسم الله ما شاء الله. كريم حافظ فاجئني. انا قلت احنا هنشيل هم فتوح واصابه فتوح، لقيته بسم الله ما شاء الله قفلها. ولا تقول لي بقى جوردن، ولا تقول لي الاكوندا، ولا تقول لي مفيش منه. والحمد لله اللعيبه اول نص ساعه كانت عظمه عظمه عظمه. بعد كده هو كتبت الشوط الاول خلص، ما كانش فيها هجمات كتير، الماتش متقفل زي ما احنا عارفين. استراليا لو جبت فيهم 19 جون هم هيفضلوا واقفين لك ورا، فالماتش كان متقفل. ولكن الحمد لله الشوط الاول عدى وانت جايب جون، ومصر هي اللي كانت مسيطره في الشوط الاول. دخلنا يا باشا على الشوط التاني. تمام. هدف مرموش اللي ضاع في الشوط التاني، مع بدايه الشوط التاني محمد صلاح يا باشا بيستلم لك الكوره، تمام، وادالك مرموش هو بالجون. فاهمني؟ الكوره بتقول له هاتني جون، قام قال لها لا، وقام ضايعها بره. تفهمش ايه ده؟ يعني فاهم؟ يعني الكوره دي برضو لو كانت دخلت كان الماتش خلص. ما عدناش يا عم ضربات الجزاء، ولكن ضيعها. يا جدعان هو ده مرموش اللي احنا كنا حاطين املنا عليه، فاهم انت؟ اللي هو ده بقى اللي هيبقى لينا بقى في كاس العالم، ومرتده تتعمل عليه، فاهمني؟ وهو اللي هينجدنا في كاس العالم، وهو البطل بتاعنا. ما جاش اصلا البطوله، ما جاش. هو لغايه دلوقتي، لغايه وقتنا هذا ما جاش. احنا كنا مقلقين من صلاح، لان صلاح اوف. فاهمني؟ كنا قلقانين من فلان، وكنا قلقانين من علان، وكنا بنقول هو ده اللي هينجدنا. فاهمني؟ لقينا بسم الله ما شاء الله ما جاش اصلا. ما تفهمش ليه كده. هو مرموش ما كانش فايق خالص. مش النهارده، هو ما كانش فايق طول الماتشات اللي فاتت. يعني احنا لعبنا 4 ماتشات بتاعت استراليا دي، ما كانش فايق ولا في ماتش فيهم. بعد كده هوت، آه، كتبت ياسر ابراهيم غشيم. كل ما يخش في كوره طخ يضرب طخ يضرب. وفي مشكله، الضرب والفاولات ديت
ما هي دي خطورتهم، هي دي خطورتهم يا باشا، لما بيقوم معلل لك الطويله عند الناس الاشجار اللي عندهم والنخل اللي عندهم. ما هو دي خطورته. فياسر ابراهيم ده عمال يدب عمال يدب، فاهم انت؟ واللاعب من دول ينزل نص الملعب يقوم رايح معاه، لعيب من دول يروح، فاهم انت، يروح عند جونهم يقوم رايح معاه. في ايه؟ واحده واحده. انت بسم الله ما شاء الله انت عامل بطوله حلوه وكويس، فاهمني، وبتلحق كور كويسه، بس مش كل كره ديب بتخش تضرب ديب، مش ايه ده الفاولات دي خطر علينا. بعد كده كتبت هدف استراليا العكسي، كان فاول على زيكو من الجنب. الكوره اترفعت تمام، الواد اللي هو 108 متر 198 طلع طبعا غطى على كله، فمحمد هاني يا عيني طالع بيحاول، فاهم انت، يطلعها، هو مش شايفها اصلا، بيحاول يطلعها، اتخبطت فيه ودخلت. حظ سيء جدا جدا، واللي يقول نص كلمه على محمد هاني يبقاش بيفهم، مبقاش بيفهم. الراجل عامل بطوله عظيمه، بطوله عظيمه لغايه دلوقتي. فكك من ان هو جاب جون غصب عنه بتاع بلجيكا وغصب عنه بتاع استراليا، ده يا جدعان ده ربنا كاتبها، فاهم، ربنا كاتبها، هو حظه وحش، هو حظه وحش ان الاجوان دي تقوم داخله، فاهم، داخله فينا بسببه. بس معلش، بص على مجمل المباريات وبص على المجمل، لا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عامل بطوله عظيمه يا جدعان، عظيمه عظيمه. والجون بتاع استراليا دخل بالعرضيه اللي بقول لك عليها، وهدف عكسي كمان، فاهمني. وطبعا كلنا فاهم حاله متغمق، فاهم يعني متغمق، لان احنا ملوك السيناريوهات الزنخه دي، فاهم انت، ملوك السيناريوهات البدون، فاهم اللي هو مفيش كده يعني. بعد كده كتبت منتخب مصر بعد الهدف بقاله ربع ساعه كده مقلق، فاهم انت ليه؟ لان احنا كمصريين احنا عارفين السيناريوهات دي. انت تحس اللعيبه بقالهم ربع ساعه كده اهو بعد الجون مش مجمعين الكرة، كل ما الكرة تيجي دي بتطفش، كل ما الكرة تيجي مش عارفين يبصوا نقلتين تلاتة على بعض. فالواحد كان قاعد قلقان. بعد كده خرج حمدي وزيكو تبديلين، والله معلم. ليه؟ لان حمدي برضه كان مرتبك كده، وما كانش هو في الماتش ده، نزل مكانه حسام، وزيكو ما جاش خالص الماتش، نزل مكانه هيثم حسن في الدقيقة 66. كتبت الماتش متقفل قوي بعد هدف استراليا، خلاص هم رجعوا، فاهم انت، بقوا جدارين، فاهم انت، دفاع، ولو هيقدر يعمل لك التالت هيعمل. خلاص يا باشا انا هدافع، لان هي دي لعبته. بعد كده خروج كريم حافظ ونزول تريزيجيه للاصابه. كريم حافظ خلاص جه في لقطه فسه، فخلاص بقى مش قادر، فاهمني، فقام ايه، وقع، فقام خرجه ونزل تريزيجيه ولعب امام عاشور ناحيته، تمام، لان هو اللي يقفل الحته دي وتريزيجيه قدامه. بعد كده كرة رامي ربيعة الأخيرة، أبو صلاح استلم لك الكورة، عملها بالمسطرة على دماغ رامي ربيعة في آخر الدقايق. كان الحكم حاسب 5 دقايق في الدقيقة مثلا حاجة و90 أو في الدقيقة 88 في الآخر عموما. الكرة اتلعبت يا باشا على دماغ رامي ربيعة، يحطها حلو قوي في الجون، والحارس ابن الذين ما تفهمش طلع منين. الكرة دي لو كانت دخلت كانت خلصت الماتش. شوف كام كورة أنا بقول لك عليها كنا ممكن نكسب، فاهمني، كانت خلصت الماتش. ولكن الحارس راح هناك، يعني هو راح يعني كان مد ايده كده اهو، يا عم انت رايح ما تكمل، فاهمني، الحارس يصدها، كانت الكوره برضه، فاهم انت، خلصت الماتش في الاخر. كده في اخر الوقت برضه تاني كوره من صلاح لهيثم حسن، هيثم حسن حاططها، فاهم، هي رايحه في الجون، ويطلع لك النخله ابو رجل طويله، طك يقوم مدي رجله تخبط في ركبته وتطلع. شفت كميه الكور دي؟ لو كانت دخلت احنا كان زماننا كسبانين في الماتش، ما كان زماننا قعدنا على اعصابنا كده. ولكن هو الحظ، هو الحظ، اللعيبه يا باشا بتعمل اللي عليها، مش عايزه تخش. بعد كده كتبت هيثم نزل عمل شكل المنتخب. يا جدعان بصوا على الجوده، بصوا على الجوده، بسم الله ما شاء الله، نزل ريح صلاح خالص. صلاح بقى بيلعب قدام، فاهمني، الراجل بقى بياخد الكرة من محمد هاني هادي راسي، مش بيلف وشه ويرجع على جودنا، لا، واخدها انا هروح على الجون المنافس هحاول ارقص، لدرجه جه في الاخر خالص لو تروح بيوقفوا له اتنين ليه. لا بسم الله ما شاء الله مهاري، حاول يعمل بالعرض مش عارف ايه، فاهم. لا لا جوده، وبسم الله ما شاء الله هينفعنا، لا هينفعنا يا جدعان، فاهمني، ده بديل مهم جدا مع بدايه الشوط الثاني. بسم الله ما شاء الله بينزل يا باشا، فاهم، جريء زي ما بيقولوا كده، هو جريء بياخد الكوره، انا هروح اكلفتك ايا كان انت مين، فاهمني، ايا كان انت جنسيتك انا هروح اكلفتك. وهو هو دوت الوينج دي هي دي مهمته، انا هروح اشوف مين قدامي وهكلفته. وبسم الله ما شاء الله كان كويس جدا جدا، ونزل خلى مصر تستحوذ تاني. اللعيبه استحوذت تاني، مروان عطيه بسم الله ما شاء الله شم نفسه، بقول لك ايه، كان جري في كل حته في الملعب، شوف الخريطه الحراريه بتاعته، جري في كل حته في الملعب، فاهمني، فهو برضه اداله اريحيه شويه بقى يساعده. بعد كده كتبت نهاية المباراة ووصلنا للوقت الإضافي، تمام. الوقت الإضافي فرصة صلاح اللي ضاعت
هيثم حسن لعبها لمرموش، مرموش سندها لصلاح، صلاح شاطها ولكن فوق العرض. دي برضو كرة خطيرة، لو كانت جت في الاكسترا تايم كنا خلصنا عليهم. بعد كده هو الشوط خلص ما كانش فيه هجمات قوي. بعد كده الشوط التاني خرج مرموش، والتبديله دي كانت المفروض مثلا يعني ايه مديها مثلا 66، فاهم يعني كان مع هيثم حسن وحسام كان هو كمان يخرج ليه. فاصل فاصل، مش هو يا جدعان والله العظيم ما هو، مش انتقاد والله، احنا مستنيين منه الكتير، لسه في متوشة مستنيين منه الكتير، بس مفيش كده يعني. ونزل حمزه. الشوط التاني برضو الاضافي ما كانش فيه اي هجمات خالص، ووصلنا لضربات الجزاء. ضربات بقى فاهم، احنا كلنا بنقع. انا بقول لك شوف الحلقه اللي قبلها، احنا كان رد فعلي انا والشباب والاحتفالات. خلاص احنا كلنا بنقع بقى، فاهم اللي هو فاهم، اعصاب اعصاب اعصاب. ويخش ابو طويله الحمد لله يقوم مطيرها في الاول عشان يهدينا شويه ويفرحنا، فاهمني. واللاعيبه منتخب مصر بسم الله ما شاء الله كل واحد بيحطها في مقتل. طب محمود صابر دخل اداله دانا، جيب خد خد، فاهم انت، وبعدين راح معاها خد. وهكلمكم على حته البلنتيات دي، حابب اشكر واحد في الاخر. بعد كده اهوت كل لعيبه مصر دخلت شوطتها. شوف شوطه محمد صلاح، يا رايق يا رايق، فاهم، حطها بلينكه كده اهو بكل روقان، فاهم انت. خد بعد كده بص له بصت بقى، فاهم انت الكلاحه المصريه، بص له عيب عليك ولا، عيب عليك ولا، ده انا من طنطا ولا، فاهم انت، هو حطها له فاهم. بص له بصه كده اهوت، عيب ولا، فاهم. بسم الله ما شاء الله يعني كلهم دخلوا حطوها بشكل كويس جدا. وحسام عبد المجيد في الاخر واعصابه اللي من حديد، ويخش على الهادي على الهادي على الهادي، ويودي الحارس في زاويه ويحطها هو في زاويه. معلمين والله والله العظيم معلمين. ومنتخب مصر يكسب ونصعد لدور ال 16 لمقابلة البولجا. تعالى يا بولجا. حابب اشكر كابتن حسام وابراهيم حسن، مش ناسيين برضو، مش عايزين برضو لسه كابتن ابراهيم وكابتن حسام. انتوا فوق دماغنا، انتوا رجعتوا لينا الشغف تاني لمنتخب مصر. انتوا اتفرجوا على الشوارع المصريه بس مش اكتر من كده، الشوارع المصريه كلها كله بيجري كله فرحان، فاهمني. انتوا رجعتوا تاني الشغف لمنتخب مصر، عملتوا هويه تاني لمنتخب مصر يعني. اتفرج النهارده الناس، يا لهوي الناس، ناس انفجار يا باشا في البلد، انفجار. ده اللي بيجري كده ويحتفل، وده اللي بيرقص كده ويحتفل. ايوه يا عم، ايوه يا عم، ده هو ده منتخب بلدي. شكرا 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 ليكم، وانتوا فوق 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 دماغنا. الشكر التاني اللي حابب اشكره هو كابتن محمود سليم. كابتن محمود سليم يعني بص، ده الله اكبر عليك. اللي هو بيحلل مع كابتن حسام حسن، الله اكبر عليك. اللي يوريك ان الراجل ده شغال وربنا بيكرمه. نقطة حتة البلنتيات، مدرب استراليا خرج الحارس الاساسي ونزل الحارس في الدقيقه 118، اللي هو اصلا بيعرف يصد عنده ضربات جزاء، تمام. فهم كانوا متدربين على الحارس الاساسي، تمام، اللي هو واقف اصلا متدربين عليه لو هيشوطوا فيه ازاي كده، تمام. في الدقيقه 118 يحبط بقى ويقوم قايل لك ايه، يا رجاله هو غير الحارس فاحنا نشوف في زاويه بقوه مش عارفه ايه، ويعملوا كده. مفيش منه الكلام ده. فتح اللاب ناقص دقيقتين، فتح اللاب كتب اسم الحارس، هات لي الضربات الجزاء يا باشا اللي بتشاف في الراجل ده، انا هجيب نقطه ضعفه دلوقتي. ازاي انا هجيب نقطه ضعفه دلوقتي، فاهم انت. وقام بص عليه وهو بيشوط عليه ضربات جزاء، حتى يجيب مبابي وهو بيشوط عليه ضربات جزاء. لاحظ ان هو بينط بدري، فاهمني، يعني هو بينط بدري. جمع اللعيبه حواليه، يا رجاله الحارس ده بينط بدري، وانت داخل شوط واحده واحده على مهلك، هياخد زاويه انت حطها له في التانيه. وقد كان. شوف كرة حسام عبد المجيد على الهادي منه، حطها في زاويه، ده في زاويه. صلاح حطها له بلانكا عشان عارف اللي هو هيروح في زاويه. بسم الله ما شاء الله عليك. شكرا شكرا شكرا، فوق فوق دماغنا يا كابتن محمود. شكرا شكرا شكرا. واي حد متغاظ بقى يولع، فاهمني، يعني لو اللي مش عايز يحتفل معانا يلا اتكل على الله يا باشا، اتكل على الله. اقول لك يا عم ما تحتفلش معانا، انت لما بتحتفل معانا وشك بيبقى فقر. يلا اتكل على الله، فاهمني. اللي متغاظ من كابتن حسام حسن اولع، اولع يا باشا. اتفرج يا باشا على منتخب مصر. انت كنت، ده منتخبنا، احنا كنا بنروح نركن الاتوبيس، كنا بنروح فاهم نركن الاتوبيس، ويا رب استرها علينا ومش عارف ايه. انت النهارده يا باشا انت بتكسب، وفي دور 16 بتكسب، وراح تقابل بطل العالم اخر نسخه 22 اللي هي الارجنتين، خسرت. الف 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 شكر ليكو. مزي على دين الواحد متعشم، وان شاء الله هنكسب يعني. اتمنى نكسب ونكمل بقيه الفرحه ديت. بس لو خسرنا ولا لوم ولا لوم، خلاص. اصل يا باشا احنا اللي احنا فيه ده محدش كان متوقع. الدور اللي احنا فيه ده محدش كان متوقع ان ده اللي يحصل، فاهمني. بسم الله ما شاء الله ده يحصل.
وانك تعدي دور المجموعات، اللي الناس كانت بتقول عليك هتاخد تالت، كنت ممكن تاخد اول، فاهمني، وصعدت تاني، وتروح تقابل استراليا اللي هو فريق غتت. يعني اقول لك على حاجه، ممكن يكون ماتش استراليا غتت ده اصعب من ماتش الارجنتين. هتقول لي لا، اقول لك الفرق الضعيفه دي لما بتقوم راك ناره تلعبك على المرتدات صعبه، انما انت نازل ماتش الارجنتين انت عارف اللي فيها ان ده فاهم فريق جامد، فاهمني. بسم الله ما شاء الله، انتوا عملتوا اللي عليكم. انزلوا ماتش الارجنتين، طلعوا كل اللي عندكم، طلعوا كل اللي عندكم. كسبنا، يبقى بص، يبقى من كرم ربنا علينا وفرحة كبيرة جدا جدا، وهنبقى مبسوطين جدا جدا. خسرنا ألف 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 شكر ليكم، والله العظيم. يعني واحد مبسوط، واحد فرحان. شكرا شكرا شكرا. وكده تبقى انتهت الحلقة. لو عجبتك متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبتك رن الجرس عشان تشوفنا على طول. كان معكم محمد ماهر في برنامج كرة بالعقل. سلام.